النهارده بقى نعمل اسهل وانجح طريقه البيتي فور العيد، وايه السر اللي بيخليه ناعم ودايب ومقرمش في نفس الوقت، وبمقادير بسيطه جدا 3 كوبايات بس من الدقيق. وهنعمل كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي في بوله كبيره وواسعه. ضفت كوبايه ونص من الزبده البارده طالعه من التلاجة على طول، وزودت عليها كوبايه الا ربع من السكر البودره، وهضربهم مع بعض بمضرب كهرباء لغايه ما يكون قوامهم كريمي كده. اول ما يوصلوا للقوام ده هزود بيضه كامله وصفار بيضه. البيضه الكامله البياض اللي فيها بيخلي وحده البيتي فور فيها القرمشه الحلوه اللي احنا بنحبها، اما بالنسبه للصفار بس بتاع البيضه التانية فبيخلي البيتي فور ناعم كده وبيدوب في البق. وطبعا زودت معلقه صغيره من الفانيليا، وهبتدي بقى اخلط المكونات دي مع بعضها كويس تقريبا لمده 3 دقائق كده لغايه البيض ما يختفي تماما ويكون القوام عندي كريمي بالشكل ده. هزود بقى اخر مكون موجود عندي اللي هو الدقيق. احتجت 3 اكواب من الدقيق الفاخر جميع الاغراض، عليه رشه ملح، وهبتدي اخلط الدقيق كده مع باقي المكونات لمده دقيقه واحده بس. ما تزودوش في مده خلط الدقيق علشان البيتي فور ما ينشفش زياده معاكم. يا دوب دقيقه واحده الدقيق يختفي بنوقف خلط على طول. وكده بقى عندنا عجينه بيتي فور ممتازه وجاهزه للتشكيل. اخدت نص كميه العجين هعمله بالفانيليا والنص التاني هعمله بالكاكاو. حطيت العجينه بتاعتي في قمع، ممكن كمان تشكلوها بالمكنه، يعني نفس العجينه دي ينفع تتشكل بالمكنه وبالقمع. هبتدي بقى اشكلها بالطريقه دي على صاج او على صينيه من غير ما ندهنها باي ماده دهنيه، لان البيتي فور واخد كميه زبده كويسه، فمش محتاج ان احنا ندهن الصينيه بتاعتنا. بتسيبوا مسافه بسيطه ما بين كل واحده والتانيه وتشكلوا الكميه بتاعتكم بالطريقه دي. الجزء التاني بقى من العجين زودت عليه معلقه كبيره من الكاكاو الخام، وطبعا الكاكاو ده ماده جافه، فلو زودناه لوحده كده ممكن ينشف معانا العجينه، فهنضطر نزود كمان معلقه زبده ونخلط المكونات دي مع بعض كويس. وكده يبقى عندنا الجزء التاني بالكاكاو هنشكله برضو بنفس الطريقه. وعلشان تظبطوا تسويه الكاكاو حطوا معاه واحده من العجينه البيضه علشان تشوفوا درجه التسويه المظبوطه بتاعته. بالنسبه بقى للتسويه، ودي اهم مرحله قبل ما اسوي البيتي فور، يعني بعد التشكيل على طول باخد الصينيه بتاعتي وادخلها التلاجة لمده 10 دقائق. الحركه دي بتساعد ان البيتي فور ما يطردش الماده الدهنيه بتاعته، يفضل محتفظ بالزبده، وزي ما بيدخل بنفس الفورمه بيطلع على نفس الشكل، ولا بيسيح ولا بيفرش ولا بيطرد الماده الدهنيه. بعد كده بخرج الصينيه بتاعتي من التلاجة وادخلها فرن ساخن من قبل على حراره 160، يعني على درجه حراره اقل من الوسط، وبسيبه بقى ياخد وقته في الفرن وياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بكون مشغله النار من فوق ومن تحت مع بعض. بياخد قد ايه مده تسويه؟ طبعا الموضوع ده بيختلف ما بين كل فرن والتاني، يعني ممكن فرن ياخد 10 دقائق وممكن فرن ياخد 15 دقيقه حسب حراره الفرن بتاعكم. بعد ما بيخرج من الفرن بنسيبه يهدى تماما، وبعد كده بنرفعه من الصينيه ونسيبه يبرد تماما، وبعد كده نزينه. انا زينته بحاجات بسيطه جدا: مربى، شوكولاته، شويه فستق مطحونين، ممكن سوداني مطحون او جوز هند، اي نوع مكسرات موجوده عندكم. بحط ما بين كل واحده والتانيه شويه مربى صغيرين او شوكولاته، وبقفل كل 2 على بعض، وبعد كده بغمزهم في الشوكولاته، وبعد كده من الشوكولاته على الفستق. وده هيكون احلى واطعم بيتي فور ممكن تجربوه، ناعم ومقرمش وبيدوب في البق ولا غلطه. بيتي فور ممتاز واحلى من المحلات بكتير. طبعا الكوب اللي استعملته في الوصفه دي كوب معياري سعه 250 ملي، تقدروا تستخدموا اي كوبايه موجوده عندكم، بس المهم تكون واحده لكل المقادير. وبس كده عملنا كميه بيتي فور رهيبه بمكونات بسيطه. اتمنى تجربوا الوصفه وتعرفوني رايكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك.